بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. مبدئيا أنا آسف عشان ما ظهرتش معاكم امبارح. كنت في فيديو كده بعمله، يعني حطه لكم في الوصف بتاع الفيديو ده، بصوا عليه. فيديو رهيب، كوميديا فظيعة. اتفرج على الفيديو ده ومش هتندم، هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو. تمام. انا ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعب عيال. النهارده هنتكلم عن كام موضوع كده، عن موضوع دونجا ومباراة السوبر اللي هي في الامارات، السوبر المصري اللي هيتلعب من 6 ل 9. وهنتكلم عن كوبري حسام عبد المجيد. تمام. يا لئيم انت يا لئيم مش كده. وهنتكلم عن المهاجم اللي الاهلي خلاص بيفنش عشان يتعاقد معاه. اوعى القطر، اوعى القطر يا عم الحاج. مبدئيا كده موضوع دونجا، بص عشان تبقى عارف، لو دونجا لعب السوبر هتبقى كارثة ومصيبة. ليه كارثة ومصيبة؟ لما حصلت المشكلة في الإمارات بتاعة عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ودونجا، اتحاد الكورة بعت للصحفيين بيان ان في عقوبات نزلت على الثلاثة دول، ايقاف 4 مباريات خاصين بالسوبر. يعني 4 مباريات سوبر الثلاثة دول موقوفين، اللي هم كابتن عبد الواحد السيد ودونجا، تمام، ومصطفى شلبي. فعبد الواحد السيد ومصطفى شلبي مشيوا من الزمالك، تمام، فاضل مين؟ دونجا. فطبقا للي بعته اتحاد الكورة للصحافة في الوقت دوت، ان دونجا موقوف 4 مباريات في السوبر. فمعنى ان هو يلعب السوبر يبقى اتحاد الكورة بيضحك علينا، الدفاتر دفاترني والورق ورقني. مبروك يا اولاد. بيضحك على الناس كلها. منين انت باعت للصحفيين بيان رسمي بتقول فيه ان في عقوبات اتوقعت عليهم 4 مباريات، ومنين هيلعب السوبر ومفيش عقوبات؟ الله لا، هذا صدق. ما تكتب. في مشكلة تانية الناس مش واخدين بالهم منها، ان اتحاد الكورة في خبر طلع بعد مباراة السوبر ان التقرير بتاع المباراة ضاع. يعني بعد ما تسلم التقرير هناك في الامارات من الحكم الرابع، تمام، جه هنا التقرير ضاع بتاع المباراة. انت متخيل؟ دي قصة تانية. ده يعني اللي احنا بنحكي فيه ده حمادة، وموضوع ان التقرير ضاع بتاع المباراة ده حمادة تاني. فقالوا ان هم وقتها طلبوا من الحكم الرابع تقرير تاني بدل التقرير اللي ضاع ده. ما علينا، طلع دي بره الموضوع. دلوقتي الكلام على ايه؟ الكلام ان مفيش موجود ما يثبت ان في عقوبات على الثلاثة دول، وتحديدا على دونجا. فده معناه ايه؟ معناه ان اتحاد الكورة ممشيها نظام بينيم الناس وبيسكتهم، وماشي بسكة الفساد بتاعته، اللي هو ايه، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، ومفيش حد بايه بينخور ورانا، لان احنا عندنا الدنيا نايمة، مفيش حد بيدور وراهم. تمام. وزارة الشباب والرياضة يعني اما دام حاجة لها علاقة بالزمالك ودن من طين والتانية من عجين. الدكتور اشرف صبحي ملوش علاقة بالمواضيع دي، اي حاجة تخص الزمالك لا، مفيش. اللي بيخص الزمالك بس في مشكلة، او لو الزمالك وقع في مصيبة او عاوز فلوس، لا بيتحرك وكده. لكن في حالات زي كده الزمالك المفروض دلوقتي في ده، انت بتتكلم في حد بيضحك على الرأي العام. يعني حد طلع قال ان الناس دي عليها عقوبات، ونفس الحد ده بيقول لك ان لا، ما عليهمش عقوبات. فهو لو ما تعاقبش ولو لعب السوبر هتبقى مشكلة كبيرة جدا، تمام، هتبقى كارثه. لان انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم ان انت رسمي نظمي فهمي بتضحك على الناس. وبعيد عن ده، كل اللي انت شايفه ده، يعني التفاصيل اللي حاصله ديت بحاجات كده بيعملها اتحاد الكوره. قبل كده خبوا الخطاب اللي كان جاي بتاع استضافه نهائي افريقيا بتاع الاهلي 22 والوداد، اللي خبوا الجواب، تمام، بتاع الاتحاد الافريقي عشان الاهلي يلعب الماتش هناك في المغرب ويخسر النهائي، تمام. ففي حاجات كده ترصها جنب بعضها بتقول لك ان الناس دي
لا يصلح واحد فيهم ان هو يشتغل في العمل العام، لا يصلح واحد فيهم ان هو يكون مسؤول. الناس دي اساسا شغالة ايه؟ بالحب، وشغالة من تحت الترابيزة، وكل الدنيا عارفة التفاصيل بتاعت اتحاد الكورة ماشية ازاي. ما علينا. خلاص يا فاشل، فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ بتعصبك يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله فيها يا فندم يا فاشل. طيب نخش بقى على النقطة التانية اللي هي ايه؟ موضوع حسام عبد المجيد. كان في كلام بيتقال ان حسام عبد المجيد جايله 3 عروض احتراف في اوروبا، وفي عرض في الخليج في السعودية اعتقد. طيب حسام عبد المجيد من صغره اهلاوي ده اللي انا بقول لك عليه. تمام. فحسام عبد المجيد في الاهلي ان شاء الله باذن الله الموسم الجاي. تمام، يعني هو هيطلع في يناير اللي جاي ده ان شاء الله، وهيرجع على الاهلي الموسم الجاي باذن الله، لان هو من صغره اهلاوي. تمام. يا نهار ازرق يا حزن الحزن. فخلي دي على جنب. كان في كلام بيتقال برضو ان في صفقة تبادلية بين بيراميدز والزمالك. الكلام ده مفيش منه خالص، ولا الهوا. ليه بقى؟ الصفقة التبادلية اللي الكلام كان بيتقال عليها حسام عبد المجيد مقابل رمضان صبحي. اساسا رمضان صبحي مش عايز يروح الزمالك. ليه؟ الزمالك الناس اصلا من اول الموسم ما بياخدوش فلوس، اللعيبه عندهم ازمه ماليه. طب هيدوا له 3 مليون دولار؟ يعني الزمالك هيدي رمضان صبحي 3 مليون دولار؟ ما اعتقدش. فالموضوع بعيد، يعني الموضوع بعيد وصعب ومفيش منه الكلام ده خالص، انسى. تمام. احسن. عبد القادر باع الزمالك. تمام. عبد القادر خلص مضى في الاهلي وموضوع خلص، فكده الاهلي عبد القادر جدد سنتين، فانا مش عارف ليه سنتين، ما علينا يعني. بس عبد القادر مضى سنتين في الاهلي، يعني غير السنه دي، يعني غير ال6 شهور دول، فمعاه سنتين كمان، يعني 2.5 سنين اللي فاضل في عقده كده مع الاهلي. شربتها يا كروديا. تمام. نروح بقى للمهاجم بتاع الاهلي. داخل بقوه وبنسبه كبيره هيجي الاهلي ابراهيم ديابيتيه. ابراهيم ديابيتيه دوت مهاجم جايس السويدي، نادي اسمه جايس السويدي. اللاعب ده كويس جدا، ممتاز يعني. اوعى القطر، اوعى القطر يا عم الحاج. سترايكر، بيلعب 9. لعيب لعب 26 مباراة. تمام. احرز 16 هدف وصنع 4، يعني في 26 مباراة ساهم في 20 مساهمة تهديفية، منهم 16 هدف. رقم ممتاز جدا من 26 مباراة 16 هدف، رقم حلو بصراحة. سنه 25 سنة وشوية، أو 26 سنة إلا. تمام. طوله 185 سنتي. تمام. بيلعب برجله اليمين ابراهيم ديابيتيه دوت. لو شفت هنا مخطط الاداء بتاعه هتشوف ان هو المميزات بتاعته في مخطط الاداء ده الضغط العالي والفينش، بيفنش حلو وضغط عالي. تمام. بعد كده هتبص بقى على ايه ملخص تقييمه الموسم اللي فات دوت 7.20، يعني في خلال 12 شهر الملخص بتاع تقييمه 7.20، رقم كويس اخر 12 شهر. تمام. الخريطة الحرارية بتاعته لو بصيت عليها هنا هتلاقي ان هو تمركزاته في نص ملعب الخصم معظمها، وجوه الصندوق جوه البوكس جوه ال18، وتركيزه تحديدا جوه ال18. فده معناه ان الراجل دوت شغله بوكس، ده مهاجم صندوق، يعني اللي هو بينزل يستلم، ولا هو مثلا بيشتغل جناح ولا الكلام من ده. هو ده لعيب اللي هو لاعب بوكس. برضو الكلام اللي اتقال عن وسام ابو علي انه رجع الاهلي، الكلام ده مفيش منه، الكلام ده بلح. مفيش حد هيدفع 9 مليون دولار. تمام. لان النادي الامريكي مش اهبل، يعني كولومبوس كرو مش هيسيب لك وسام ابو علي باقل من 10، يعني هو واخده منك ب9 ما كملش كام شهر، هيروح يقول لك خد وسام ابو علي ب3 مثلا ولا ب2. مفيش الكلام ده، مفيش منه. فموضوع الكلام اللي بيتقال ان وسام ابو علي رجع الاهلي وكلام من ده فنكوش، مفيش منه خالص، انسى الكلام ده نهائيا.
يعني لفترة حلوة، حبة حلوين كده على الأقل. الراجل لسه واصل النادي مدفوع فيه 9 مليون دولار، تمام؟ هيرجع بكام؟ أو هيتباع لحد تاني بكام؟ ما فيش الكلام ده. وبعدها بكام شهر ده لو حصل الموضوع دوت، ده المسؤول عن القصة دي هناك في أمريكا يتحبس. ما بيسموش هناك، ما بيهزروش. فاهم قصدي؟ الناس اللي ماشية بالحب وبالفساد ما عندهمش ناس ماشيه بالحب هناك وفساد، لا هناك ما فيش هزار. انت القصه دي ما بيهزروش فيها. فمش هيسيبوا اسامه ابو علي باقل من 9 10 مليون دولار. مين هيشتريه ب 9 10 مليون دولار؟ الاهلي يشتريه او الاهلي يرجعه بالرقم ده؟ ما فيش منه الكلام ده. احسن. وبرضه نقطه مهمه، بنبارك برضه تاني لاخواتنا المغاربه على كاس العالم للشباب. يعني بصراحه رفعوا راسنا وشرفونا. كاس العالم للشباب، شباب رجاله، مش شباب، ده رجاله. المنتخب المغربي رجاله. المدير الفني للمنتخب المغربي ما كانش لاعب كوره. شوف التخطيط بتاع اتحاد الكوره المغربي، ما شاء الله تبارك الله، المواهب اللي طالعه عندهم من الاكاديميه بتاعت محمد السادس، ما شاء الله. المديرين فنيين على اعلى مستوى. مدير فني ما لعبش كوره، ما كانش لاعب كوره. فده بيوريك ان الناس دي شغاله صح، مش شغاله بالحب. فاهم قصدي يا اتحاد الكوره؟ اللي بتجيب مدربين بيجيبوا ابناء العاملين عشان يلعبون في المنتخب، منتخب عائلي، منتخب بتاع اللي هو الحبايب، منتخب الحبايب. كارثه والله العظيم ومصايب هنا، ومفيش حد بيتحاسب. ما دي المشكله، ان مفيش حد بيتحاسب. من امن العقوبه اساء الادب، من امن العقوبه ازداد فسادا. دي معروفه مش محتاجه كلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.